تتكون من المادة الوراثية اللي هي اسمها DNA، وتوجد في نواة الكروموسومات. وعرفنا كمان ان كلمة ثنائية المجموعة الكروموسومية معناها وجود مجموعتين من الكروموسومات. ساعة لما قلنا ثنائية المجموعة الكروموسومية اللي هي 2N، ال 2N دي بتعبر عن وجود مجموعتين من الكروموسومات. طيب، يعد الانقسام المتساوي أو الميتوزي نوع من أنواع الانقسام الخلوي. ده طبعا بتنتج عنه خلايا متطابقة وراثية اللي هي 2N و 2N، فطبعا بتكون مطابقة وراثيا للخلية الأم. وقلنا ان الفرق بينهم في الانقسام المتساوي بيكون في الخلايا الجسمية، اما الانقسام الاختزالي يكون في الخلايا الجنسية او التناسلية. والخلايا الناتجة من الانقسام الخلوي المتساوي بيكون ثنائي المجموعة الصبغية أي 2N. أما الخلايا الناتجة عن الانقسام المنصف أو الاختزالي بتكون أحادية المجموعة الصبغية أو الكروموسومات N. وجينا شرحناها على الرسمة، قلنا ان ده منظر الخلية اللي بتكون 2N، وبعدين هتبدأ تتضاعف الكروموسومات بالمنظر ده، وبعد كده تبدأ تنقسم على طرفي الخلية، ثم تنقسم إلى خليتين منفصلتين كل منهما تحتوي على عدد الكروموسومات 2N. ده كده في الانقسام المتساوي. أما الانقسام الاختزالي بيبدأ نفس البداية بتاعة الانقسام المتساوي، يعني بيكون عندي خلية فيها 2N، بعد كده هيبدأ يحصل تضاعف للكروموسومات، بعد كده هتبدأ تنقسم وتتجه إلى طرفي الخلية، وبعد كده هتبدأ الخلايا الناتجة هي 4 خلايا، كل خلية منهما تحتوي على عدد الكروموسومات N. تمام؟ طيب، كم عدد المراحل التي تمر بها الخلية الواحدة في الانقسام المتساوي والانقسام الاختزالي؟ وكم عدد الكروموسومات في كل خلية من الخلايا الناتجة في الانقسام المتساوي والاختزالي؟ طبعا دي مقارنة ما بين، بعمل كده مقارنة ما بين الانقسام المتساوي والاختزالي. عدد الكروموسومات هنا في الخلية الأم زي ما قلنا 2N، وهنا برضو 2N لأنهم بيبدأوا نفس البداية من الخلية الأصل أو الخلية الأم. وعدد مراحل انقسام الخلية الواحدة بتكون في الانقسام المتساوي خلية مرحلة واحدة، أما في الانقسام الاختزالي بيبقوا مرحلتين، لأن احنا قلنا بتوصل لمرحلة إن هي خلاص جابت أو نتج منها خليتين، كل خلية منهم 2N، بيبدأ في مرحلة تانية بتحصل اللي هي إنتاج 4 خلايا كل منهما يحتوي على 1N. إذا هما مرحلتين، أما الانقسام المتساوي كان فيها مرحلة واحدة. طيب، عدد الخلايا الناتجة من الانقسام المتساوي هي 2 خليتين، أما الانقسام الاختزالي طبعا 4 خلايا. وعدد الكروموسومات في كل خلية ناتجة بيكون في الانقسام المتساوي 2N، لكن في الانقسام الاختزالي بتكون N. طبعا ده كله تفسير للصورة اللي كانت قبل كده أو السلايد اللي قبل دي على طول. فالكلام واضح يا محمود؟ طيب، الانقسام الاختزالي أو المنصف. الانقسام الاختزالي هي عملية انقسام الخلية الحية إلى 4 خلايا، يكون عدد الكروموسومات في كل خلية ناتجة بتساوي نص عدد الكروموسومات في الخلية الأصلية أو الأم، لذلك تسمى بالمنصف. بمعنى إن 2N دي الخلية الأم بتبدأ تنقسم إلى 4 خلايا، وعدد الكروموسومات في كل خلية بيكون نص عدد الكروموسومات اللي موجود في الخلية الأم أو الخلية الأصلية، لذلك سمي الانقسام الاختزالي بالانقسام المنصف، لأنه بيطلع في الآخر نص عدد الكروموسومات. طيب، مراحل الانقسام الاختزالي
المرحلة الأولى من الانقسام الاختزالي، أول حاجة بتتضاعف المادة الوراثية، تاني حاجة بينتقل نص عدد الكروموسومات نحو طرف الخلية، والنصف الآخر نحو الطرف الآخر، وبعدها تالت حاجة بينقسم السيتوبلازم. هنقول الكلام ده بالتفصيل دلوقتي على الرسمة اللي قدامي دي الخلية الأم، ودي الكروموسومات اللي موجودة داخل النواة في الخلية الأم. ايه اللي هيحصل؟ اول حاجة هتبدأ تتضاعف المادة الوراثية اللي هي الكروموسومات اللي موجودة عندي جوه، هتبدأ كلها تتضاعف، بدل ما كانت طرف واحد هتبقى طرفين ماسكين في بعض بايه؟ بالسنترومير، زي ما خدنا المرة اللي فاتت 2 كروماتيد متصل بالسنترومير، ده هو اللي اسمه الكروموسوم. هيبدأ يتضاعف ويزيد في العدد، وبعدين يبدأ ينقسم، يبقى كل هينقسم إلى نصفين، كل نصف منهما يتجه إلى طرف الخلية أو طرفي الخلية بالمنظر ده. دي كده تعتبر المرحلة الأولى، وينتج في نهاية هذه المرحلة خليتين بتحتوي كل منهما على نص عدد الكروموسومات في الخلية الأم. ثم تدخل الخلية في المرحلة، بتدخل بقى كل خلية من الخليتين اللي هم الناتجين في المرحلة الأولى من الانقسام الاختزالي، وهي تشبه في مراحلها مرحلة الانقسام المتساوي، ثم ينقسم السيتوبلازم، ده طبعا اللي نتج من المرحلة الأولى، وينتج عن انقسام الخلية انقساما اختزاليا يكون 4 خلايا، كل خلية منهم تحتوي على نص عدد الكروموسومات اللي كانت موجودة في الخلية الأم في المرحلة الأولى خالص. الخلايا الناتجة تكون أحادية المجموعة الكروموسومية، طبعا احنا عارفين ان ال N دي معناها أحادية المجموعة الكروموسومية. ده شكل بيوضح الانقسام الخلوي المنصف. دي بتبدأ الكروموسومات بالشكل ده، بتكون موجودة داخل النواة اللي موجودة في الخلية، وفي الآخر بتنقسم إلى خليتين بالشكل ده. بيبدأ الكروموسومات اللي موجودة داخل النواة هتبدأ تتضاعف، ثم تنقسم بهذا الشكل، تتجه كل منهما إلى طرفي الخلية بهذا الشكل. بعد ما تنفصل إلى طرفي الخلية هتبدأ تنقسم بقى إلى خليتين بهذا الشكل، كل خلية منهم تحتوي على 2N من الكروموسومات زي الخلية الأم. بعد كده هتبدأ تنقسم تاني، وهو ده اللي بيفرقها عن الانقسام المتساوي، فبالتالي هتبدأ تنقسم مرة أخرى هذه الخلايا لتعطي 4 خلايا، كل خلية منهم تحتوي على N من الكروموسومات، يعني نص عدد الكروموسومات التي كانت موجودة في الخلية الأم أو الأصل. فهمت كده؟ ايوه. طيب، مكان حدوث الانقسام الاختزالي أو المنصف، بيحدث هذا النوع من الانقسام في الخلايا الجنسية التي توجد في المبيض والخصية، لأن احنا قلنا يا محمود إن الانقسام الاختزالي بيحدث في الخلايا الجنسية أو التناسلية. فالخلايا الجنسية دي عندي حاجتين، يا إما مبيض يا إما خصية في الحيوان والإنسان، لكن في النبات بتكون عبارة عن المتق والمبيض، ودي لسه هناخدها لما نيجي ناخد الباب بتاع التكاثر في النبات، هنعرف المتق والمبيض دول بيكون موجودين فين في النبات بالظبط. لكن هذه هي الخلايا الجنسية التي تنتج ويكون اسمها الأمشاج، تسمى بكلمة الأمشاج. فعندي ماشجين، نوعين من الأمشاج، الأمشاج الذكرية والأمشاج الأنثوية. الأمشاج الذكرية هي الحيوانات المنوية عند الذكور في الإنسان والحيوان، وحبوب اللقاح في النبات. يبقى كده يا إما حيوانات منوية يا إما حبوب لقاح. طيب، والأمشاج الأنثوية هي البويضات عند الإناث
في الإنسان والحيوان والنبات، يعني في الثلاث كائنات حية بتكون موجودة في البويضات أو اسمها البويضات، دي الأمشاج الأنثوية. أما الذكرية ليها اسمين، يا إما حيوان منوي في الإنسان والحيوان، يا إما حبوب لقاح في النبات. طيب بتحتوي الأمشاج الذكرية والأنثوية على نص العدد الأصلي من الكروموسومات، يعني إن بتحتوي على إن فتحتوي على نص العدد الأصلي من الكروموسومات الموجودة في الخلية الأم. يبقى دائما وأبدا الأمشاج تأخذ آه، المجموعة الصبغية أو تكون أحادية المجموعة الصبغية إن، وهو الناتج من الانقسام الاختزالي. يعني الأربع خلايا اللي كانوا ناتجين من الانقسام الاختزالي اللي هم دول الأربع خلايا دول اسمهم أمشاج، يا إما بتكون أمشاج ذكرية أو أمشاج أنثوية. طيب الانقسام الاختزالي أو المنصف في الخلايا الجنسية زي الإنسان، زي ما احنا شايفين كده ال 2N دي عبارة عن 46 كروموسوم، وقلناها السيشن اللي فات. طيب ال 46 كروموسوم ده هيبدأ ينقسم إلى 23 و 23N، بعد كده هتبدأ تنقسم إلى 4 خلايا، كل خلية منهم هتكون 23 كروموسوم. إذا الوحيدة المتضاعفة هي مين؟ هي ال 46 كروموسوم، الباقي كله أنصاف. فمثلا عدد الكروموسومات في كل خلية من الخلايا الجسمية للإنسان هو 46 كروموسوم، أي أنها خلايا تكون ثنائية المجموعة الكروموسومية اللي هي 2N، وبذلك يكون عدد الكروموسومات في أمشاج الإنسان هو 23 كروموسوم. طبعا لأن احنا بنتكلم عن أمشاج، لكن لو خلايا جسمية زي خلية الجلد مثلا هتحتوي على 46 كروموسوم، لكن الأمشاج بتحتوي على 23 كروموسوم، أي أن الأمشاج خلايا أحادية المجموعة الكروموسومية اللي هي N. عندك أي سؤال؟ هو بس مش المفروض بقى لما تنقسم من 2N تكون 2N 2N؟ ده الفرق يعني، ده كأنها انقسام متساوي، بس بعدين بتكون 4N، يعني كل واحد فيهم N. لا، هي في الخلايا اللي هي الأمشاج اللي موجودة في الإنسان بتكون N و N، يعني 23 و 23، بعد كده تبدأ تنقسم بقى إيه الخلايا. برضو هنعرف ده بالتفصيل دلوقتي. برضو هنا في الإنسان زي ما قلنا 46 هتبدأ تنقسم ل 23 و 23، بعد كده الأربع خلايا هتكون 23. ده في الذكر طبعا بيكون اسمه مشيج مذكر أو حيوان منوي، وفي الأنثى بيكون اسمه مشيج مؤنث أو بويضة، ونفس الخطوات بالظبط بتاعة المشيج المذكر. طيب أهمية الانقسام الاختزالي، أن للانقسام الاختزالي أهمية كبيرة في تكاثر الكائنات الحية، من ضمنها أن هي طبعا بتنتج الأمشاج الذكرية والأنثوية زي ما قلنا، وبتحافظ على بقاء النوع في الكائنات الحية التي تتكاثر جنسيا. لأن احنا من دلوقتي واحنا بنتكلم عن الانقسام الاختزالي احنا بنتكلم عن التكاثر الجنسي، لكن احنا خدنا المرة اللي فاتت يا محمود التكاثر اللا جنسي اللي كان بيحصل فين وفين. التبرم ايوه، والانشطار الثنائي. والانشطار الثنائي، برافو عليك. ده كده كان تكاثر لا جنسي، لكن احنا طول ما احنا بنتكلم عن الانقسام الاختزالي فاحنا بنتكلم عن التكاثر الجنسي، لان بينتج منه الامشاج الذكرية والانثوية، ويساعد في تنوع صفات الأفراد الناتجة من التكاثر الجنسي بسبب توارثها لهذه الصفات من كلا الأبوين. يعني هتبدأ الصفات بتاعة الأفراد هتاخد أو هتحصل فيها تنوع من خلال التكاثر الجنسي، لأن هي بتتوارث هذه الصفات من الأبوين.
الفرق بين الانقسام المتساوي والانقسام الاختزالي. طبعا بالنسبة للتعريف، الانقسام الذي ينتج منه خليتين كل خلية بتحتوي على نفس العدد من الكروموسومات في الخلية الأم، ده بالنسبة للانقسام المتساوي. أما الاختزالي بينتج عنه 4 خلايا، كل خلية منه بتحتوي على نص عدد الكروموسومات في الخلية الأم. طيب مكان الحدوث، طبعا المتساوي في الخلايا الجسمية، أما الاختزالي في الخلايا الجنسية. طب الخلايا الناتجة قلنا هنا بتنتج خلايا بتحتوي على نفس عدد الكروموسومات اللي موجود في الخلية الأم، أما هنا بيحتوي على نص المجموعة الصبغية أو عدد الكروموسومات اللي موجودة في الخلية الأم اللي هو N. طيب بالنسبة للأهمية، ده طبعا بتقوم بتعويض الخلايا التالفة زي ما قلنا السيشن اللي فات، والنمو، وتالت حاجة كان بيحصل في التكاثر اللاجنسي. لكن الانقسام الاختزالي الأهمية هو إنتاج الأمشاج الذكرية والأمشاج الأنثوية، طبعا بالإضافة إلى تنوع الصفات التي تتوارث من الأبوين. طيب فيما تختلف الخلايا الناتجة عن طريق الانقسام المنصف عن الخلية الأم. طبعا زي ما قلنا هو قايل لي هنا إن دي الخلية الأم بتحتوي على 2N من الكروموسومات. بعد كده هيتم نسخ كل كروموسوم عند نسخ المادة الوراثية اللي هي DNA، يعني هيحصل تضاعف للكروموسومات. ودي الحتة اللي انت كنت بتسأل عليها من شوية، انت بتقولي المفروض ان هي بتنتج N، صح؟ يعني N 2N الأول، بعد كده تبقى N، صح؟ صح. طيب هنا زي ما قلت لك بيتم نسخ الأول، يعني بيحصل تضاعف الأول للكروموسومات، بعد كده الخلايا المتضاعفة دي هتبدأ تنقسم نصفين. فلما انقسمت فهي ادتني N و N، بعد كده هتبدأ تديني بقى 4 خلايا، كل واحدة منهم تحتوي على ايه؟ نص عدد الكروموسومات اللي كانت موجودة أصلا في الخلية الأم. فهنا بيقولك بيعد الانقسام المنصف نوعا من الانقسام الخلوي، وهو مهم لإنتاج الخلايا الجنسية. وتعرف هذه الخلايا الجنسية أيضا باسم الأمشاج، وتتمثل أمشاج الحيوانات في البويضات أو الحيوانات المنوية. أما النبات فبيكون في خلايا البويضات وحبوب اللقاح زي ما لسه قايلين من شوية. ويبدأ الانقسام المنصف بالطريقة نفسها التي يبدأ بها الانقسام المتساوي، يعني بيحصل نسخ وتضاعف للكروموسومات الأول، بعد كده تذكر أن كل خلية تحتوي على مجموعتين من الكروموسومات، لذلك تعد ثنائية المجموعة الكروموسومية 2N. ومع ذلك بتنقسم الخلية في الانقسام المنصف مرتين. ده السؤال اللي انت كنت بتسأله اهو، بتنقسم الخلية في الانقسام المنصف مرتين، فهتبدأ تنقسم مرتين فتحصل كل خلية جديدة على مجموعة واحدة بس من الكروموسومات اللي هي الN. كده دي الإجابة على سؤالك يا محمود. مما يجعل الخلايا الجديدة تكون أحادية المجموعة الكروموسومية. فإذا كان العدد ثنائي المجموعة الكروموسومية في كائن حي يبلغ 8، فإن العدد أحادي المجموعة يبلغ 4. يعني لو كان هنا 8، اللي هينتج مني في النهاية هيبقى إيه؟ هيبقى كل خلية هتحتوي على 4 بالشكل ده. مفهوم لحد كده؟ مفهوم. المنصف ده انقسام الخلية الأم وإنتاج 4 خلايا بها نصف العدد الكروموسومي اللي هو الN. وتتضمن عملية الانقسام المنصف انقسام الخلايا الأم مرتين، هتبدأ تنقسم الخلية الأم مرتين. تمتلك كل خلية جديدة نص عدد الكروموسومات اللي هو الN. خلال الانقسام المنصف بيتم اختزال عدد الكروموسومات. طبعا انت عارف حتى بلغة الكيمستري يعني او الكيمياء ان كلمة اختزال دي يعني ايه؟
اختزال دي يعني حاجة انقسمت أو حاجة قلت في عددها، فهو يتم اختزال عدد الكروموسومات في كل خلية إلى النصف. بدأت تنقسم إلى النص أو تختزل أو تقل إلى النص. يعني ذلك أن الخلية الأم هي ثنائية المجموعة الكروموسومية، لكن الخلايا الجديدة هتكون أحادية المجموعة الكروموسومية اللي هي N. ويتم إنتاج الأمشاج فقط من خلال عملية الانقسام المنصف. يبقى الأمشاج دي مش هتطلع في أي عملية تانية، يعني مستحيل الانقسام المتساوي يطلع لي أمشاج. الأمشاج ده بينتج فقط من الانقسام المنصف أو الاختزالي. دي مجموعة من الأسئلة. حدد المجموعة الكروموسومية N و 2N لكل من الخلايا. طبعا خلية الرئة تعتبر جسمية، فبالتالي بنقول ان الكروموسومات فيها 2N. وخلية الجلد برضو دي خلايا جسمية، فبنقول طبعا انها ثنائية المجموعة الصبغية او الكروموسومية 2N. لكن البويضة دي من الأمشاج، فهي تعتبر أو تحتوي على نص عدد الكروموسومات N. طيب خلايا بتحمل نص عدد كروموسومات الخلية الأصلية أو الأم، طبعا دي الأمشاج. يبقى أي سؤال يجيلك مين اللي بيحمل نص عدد الكروموسومات، طبعا هي الأمشاج أو الخلايا الجنسية. ما عدد الخلايا الناتجة من انقسام خليتين انقسام اختزالي؟ طبعا كل خلية هتدي 4 خلايا، إذا فالخليتين هتنتج 8 خلايا. خلي بالك ان في مشيج دلوقتي ذكري وفي مشيج انثوي. المشيج الذكري ده هيحتوي على ان من الكروموسومات، الانثوي او المشيج الانثوي بيحتوي على ان. طيب هل ممكن المشيج الانثوي والمشيج الذكري يتحدوا مع بعض تاني ويكونوا لي حاجة تانية او كائن تاني؟ ده فعلا بيحصل، لان المشيج الذكري هيتحد مع المشيج الانثوي ليكون حاجة اسمها الزيجوت. الزيجوت ده هناخده دلوقتي برضو بالتفصيل. ده ناتج من اتحاد مشيج ذكري مع مشيج انثوي، هيكون بقى زي نواة جديدة، والنواة دي موجودة في خلية جديدة، وتبدأ الخلية الجديدة دي تنقسم برضو إلى أو تتضاعف الكروموسومات اللي فيها تاني، وبعدين تنقسم تاني، وهكذا تبدأ تعيد الخطوات اللي قلناها كلها. طيب كم عدد الخلايا الناتجة في المرحلة الأولى من انقسام خلية انقساما اختزاليا؟ عدد الخلايا، انت اللي هتجاوب على السؤال ده يا محمود. طبعا. آه، 2. 2. برافو، المرحلة الأولى بينتج فيها 2. طيب ما عدد الكروموسومات في أمشاج دب الباندا العملاق إذا علمت أن عدد الكروموسومات في خلايا الجسمية هو 42 كروموسوم؟ يعني الأمشاج اللي موجودة في دب الباندا العملاق ده، انت عرفت ان عدد الكروموسومات اللي في الخلية الجسمية 42. تمام. يبقى الخلية الجسمية يبقى الأمشاج فيها كام؟ يبقى الأمشاج فيها النص على طول، يبقى عدد الكروموسومات هو 21. لأن خلايا الأمشاج بتحتوي على نص عدد الكروموسومات اللي موجودة في الخلايا الجسمية. طيب جاوب برضو على السؤال ده يا محمود. الانقسام الخلوي منه نوعين، انقسام ايه وانقسام ايه؟ ميتوزي وميوزي. تمام، او متساوي وميوزي. طيب منصف. او منصف، برافو عليك، ممتاز. طيب أهمية الانقسام المتساوي؟ أهمية الانقسام المتساوي تعويض التلف من الجلد تمام. والنمو. والنمو، برافو. وبيحدث فيها التكاثر ايه؟ الجنسي يحدث ولا فيها اللا التكاثر جنسي؟ اللاجنسي. اللا جنسي. طب عدد الخلايا الناتجة؟ 2.
عدد الخلايا الناتجة 2. طيب الاختزالي أهميته إيه؟ الاختزالي مم. إنتاج إيه؟ الأمشاج. الأمشاج الذكرية والأنثوية. طب وعدد الخلايا الناتجة كام؟ 4. 4 خلايا، كل منهما يحتوي على نص عدد الكروموسومات. طيب طبعا دي الإجابة بتاعتها. قارن بين الانقسام المتساوي والاختزالي. طبعا ده احنا لسه مجاوبينها برضو. وما أهمية الانقسام الاختزالي؟ دي من أهم الأسئلة اللي بتيجي في الجزء ده. طيب هل الخلايا الناتجة من الانقسام المنصف متطابقة وراثيا مع الخلية الأم؟ فسر إجابتك. الانقسام المنصف لما بيجي ينتج خلايا زي مثلا خلايا الأمشاج، هل بتكون متطابقة وراثيا مع الخلية الأم؟ لا، برافو. لأنها لا تحتوي على نفس عدد من الكروموسومات. برافو، يبقى لا، لأنها الخلايا الناتجة تحتوي على نص عدد الكروموسومات آه عن الخلية الأم يعني. طيب يوضح الشكل كيف تتغير كتلة المادة الوراثية اللي هي الدي ان ايه في كروموسومات خلية أثناء الانقسام الخلوي بطريقة الانقسام المنصف. تمام. تبلغ كتلة المادة الوراثية في الخلية الأم 2 بيكو جرام، يعني 2 في 10 أس سالب 12 جرام. اقترح ما يحدث للمادة الوراثية في بي. يعني قايل لك هنا دي جراف كده، وجايب لك هنا كتلة الدي ان ايه، وجايب لك هنا الوقت. واحنا عارفين طبعا ان الخلية الام بتكون 2n، وبعد كده بتبدأ في التضاعف. يعني بدل ما كانت 2 هتكون 4، لانها بتتضاعف الاول. دي اول خطوة في المرحلة الاولى من الانقسام الاختزالي. بعد ما تتضاعف هتبدأ ان هي تنقسم، فبالتالي هتنزل تاني، هتديني خلايا زي اللي موجودة في الخلية الأم اللي هي 2N. وده برضو السؤال اللي انت كنت بتسأله قبل كده. بس هنا بقى زي ما قلنا ان في الانقسام الاختزالي بتنقسم مرتين. بعد ما بيكون فيها 2N بتبدأ تقل تاني، فبيكون فيها N اللي هي الخلايا او عدد الكروموسومات، N اللي هو 1، يعني نص اللي موجود في الخلية الأم. وتثبت بقى عند الايه، عند الاي. هنا بقى بيقول لك الكتلة 2 بيكو جرام دي في الخلية الأم. ايه اللي هيحصل عند البي؟ وعايز النقطة دي. من وجهة نظرك يبقى بقى الخلية الأم الايه؟ تكون في الخلايا الناتجة يعني مم. تكون الكتلة النصف، فهي بتكون 1 بيكو جرام. بس هو ما قالش النقطة ايه يا محمود، هو قال لك عند النقطة بي. مش بي دي اللي احنا قلنا بيحصل عندها التضاعف؟ مش احنا قلنا ان هنا 2؟ ايه اللي خلاها تطلع كده؟ ايه اللي خلى الجراف ده يطلع لفوق كده والكتلة دي تزيد؟ لان يبقى بيحصل تضاعف، دي مرحلة يبقى التضاعف. 4. برافو عليك. يبقى عند النقطة بي هتبقى 4 في 10 أس سالب 12، لأن هي هنا بتتضاعف. أما لو كان قالك النقطة إي، إيه حصل إيه اللي هي آخر مرحلة تكون 1 بيكو جرام. هتكون 1 بيكو جرام. برافو عليك. طيب اقترح ما يحدث في الخلية عند النقطتين C و D. هو عايز يفهم منك ايه اللي بيحصل في السي وايه اللي بيحصل عند الدي. السي انقسام برافو. ضعف، والدي انقسام برضه. والدي انقسام تاني، يعني ده انقسام اول وده انقسام تاني. طيب
تتضمن الخلايا عند النقطة E مجموعة واحدة فقط من الكروموسومات. فما الدليل الذي يثبت احتواء كل خلية على مجموعة واحدة فقط من الكروموسومات؟ طبعا هو هنا بيكلمك عن النقطة E، بيقول لك ان فيها مجموعة واحدة بس من الكروموسومات، يعني N. ما الدليل الذي يثبت احتواء كل خلية على مجموعة واحدة فقط من الكروموسومات؟ ايه الدليل اللي عندك هنا في الرسم؟ احتواء الخلية يبقى احتواء الخلية الأم على مجموعتين من الكروموسومات، فتكون الخلية الناتجة نصف الكروموسومات التي عند الخلية الأم. برافو، تمام. وبرضو بتقول ان عند النقطة E خلاص دي مرحلة تكون 4 خلايا ناتجة، كل منها تحتوي على نص عدد الكروموسومات اللي موجود في الخلية الأم. طيب برضو أحادية المجموعة الكروموسومية، ده معناه إيه؟ امتلاك كل خلية ضعف العدد الطبيعي، ولا احتواء كل كروموسوم على نص المادة الوراثية مقارنة بالكروموسوم الأصلي، ولا وجود مجموعة واحدة من الكروموسومات، ولا الحصول على مجموعتين من الكروموسومات؟ احتواء كل كروموسوم، لا ثانية واحدة، وجود مجموعة واحدة من الكروموسوم. برافو، وجود مجموعة واحدة من الكروموسومات. طيب ما نوع الخلايا التي يتم إنتاجها عن طريق الانقسام المنصف؟ يتم إنتاجها عن طريق خلية البويضة. برافو، لأن هي الخلية الوحيدة اللي مشيج أو خلايا جنسية. طيب ما أهمية الانقسام المنصف؟ يستخدم الانقسام المناصب لإنتاج خلايا جديدة. لا. طب بالراحة بالراحة، اقراهم كده واحدة واحدة. بيستخدم الانقسام المنصف لإنتاج خلايا جديدة للنمو، دي وظيفة مين؟ المتساوي. الأول اتنين انقسام الميتوزي متساوي. اللي هو المتساوي، تمام. وطبعا خلايا الجلد لأنها خلايا جسمية يبقى ده متساوي. طب يحفظ الانقسام المنصف عدد الكروموسومات في الخلايا ثابتا؟ ايه رأيك في دي؟ لا لا، يبقى دي ينتج الانقسام المناصب خلايا حبوب اللقاح. برافو عليك، يبقى هي رقم دي هي الإجابة الصحيحة. لأن طبعا هنا عدد الكروموسومات لا يظل ثابتا، لكنه يحتوي على نص عدد الكروموسومات، فبالتالي يختزل، يقل إلى النصف. طب أي مخطط يوضح عملية الانقسام المنصف؟ أم سي. سي، برافو. طيب اشرح لماذا تكون عدد أو لماذا لا تكون الخلايا الناتجة عن طريق الانقسام المنصف متطابقة وراثيا؟ ليه الخلايا اللي ناتجة عن الانقسام المنصف ده ما بتكونش متطابقة وراثيا؟ لأنها تحتوي على إيه؟ لأنها لا تحتوي على نفس عدد من الكروموسومات كالخلية الأم. تمام. طيب يتم انقسام معظم الخلايا عن طريق الانقسام المتساوي أو الميتوزي، اشرح لماذا تحتاج بعض الخلايا إلى الانقسام عن طريق الانقسام المنصف؟ توافر المزيد من الخلايا. تمام، لأن الخلايا بتاعتها ليست خلايا جسمية، فهي خلايا مشيجية أو جنسية، ماشي، عبارة عن أمشاج ذكرية أو أنثوية تحتوي على نص عدد الكروموسومات. طيب نيجي بقى للإخصاب. الإخصاب عندما يتحد المشيج الذكري بالمشيج الأنثوي بتتكون البويضة المخصبة اللي هي الزيجوت أو اللقاحة الذي يحتوي على العدد الأصلي. ثانية واحدة يا محمود، خليك معايا ثواني. أوكي ماشي.
ايوه يا محمود معاك. الو، معايا؟ ايوه. طيب. اه. زي ما انا قلت لك من شويه ان المشيج الذكري اللي هو الان والمشيج الانثوي الان بيتحدا معا لتكوين ان او اندماج. ده بيسمى اندماج او اتحاد المشيج الذكري مع المشيج الانثوي لتكوين البويضه المخصبه اللي هي اسمها الزيجوت، زي ما انا لسه قايله لك، زيجوت او لاقحه. يبقى ليها 3 اسماء: يا اما بويضه مخصبه، يا اما زيجوت، يا اما لاقحه. وطبعا يعني بتكون من ان او نص عدد الكروموسومات بتتحد مع بعضها نص ونص يدينا 2 ان، كأنها رجعت تاني وتبدأ تاني 2 ان تنقسم وهكذا. فهي دي اسمها البويضة المخصبة او الزيجوت اللي هو اللاقحة. طيب، تكوين الزيجوت لما بيتحد المشيج الذكري مع المشيج الأنثوي تتكون البويضة المخصبة اللي هي الزيجوت أو اللاقحة الذي يحتوي على العدد الأصلي من الكروموسومات اللي موجودة في الكائن الحي. وهكذا يبقى عدد الكروموسومات ثابت في خلايا أفراد النوع الواحد زي ما موجود قدامك كده. المشيج الذكري بنرمز ليه بهذا الرمز، دايرة وطالع منها سهم، ده كده اسمه المشيج الذكري. طيب، والمشيج الأنثوي بتبقى دايرة ونازل منها علامة ايه؟ زي صليبة كده او علامة زائد. تمام. تمام. طيب، ده المشيج الذكري وده المشيج الأنثوي، هيبدأوا يتحدوا مع بعض بالشكل ده. يعني ده كده حيوان منوي اهو، بيبقى ليه راس وليه ديل. دايما الحيوان المنوي بيبقى ليه راس كده وليه ديل بالشكل ده. والمشيج الأنثوي بيبقى شبه البويضة، بيضة كده زي دي كده دايرة. بيجي بقى البيضة دي تتحد مع الحيوان المنوي ده وهتديني في الآخر الشكل اللي موجود قدامك ده اللي هي الزيجوت. وده بيكون شكله تحت الميكروسكوب. الزيجوت ده تحت الميكروسكوب بيبقى عبارة عن دايرة وماسك في الدايرة دي حيوان منوي بالشكل ده. طيب، الزيجوت ده بيحتوي على 46 كروموسوم لان هو بيكون 2 ان زي ما قلنا. دي البويضة المخصبة او الزيجوت او اللقاح. طيب، البويضات بقى تتميز البويضة بان هي بتكون اكبر كثيرا من الحيوان المنوي. زي ما احنا شايفين دي كلها كده بويضة اهي، ودي برضو البويضة، ودي الحيوان المنوي بيكون أقل منها بكثير في الحجم. وتمتلك الحيوانات المنوية ديل، هذا الديل يساعدها على الحركة. ده سؤال بيجي كتير جدا: ايه فايدة الحيوان او الديل اللي موجود في الحيوان المنوي؟ طبعا ده عشان يساعدها على الحركة. طيب، ده فيديو تكوين الزيجوت. بيجي الحيوان دي كلها بتكون حيوانات منوية. الحيوانات المنوية دي بيكون عددها ملايين الحيوانات المنوية، تبدأ كلها تخترق أو كلها بتبقى عايزة تخترق البويضة بالشكل ده. بس خلي بالك في الصورة دي واحد بس هو اللي اخترق البويضة. هو فعلا بيكون في ملايين الحيوانات المنوية، ولكن حيوان منوي واحد بس هو اللي بيقدر يخترق البويضة، اللي هو البقاء للأقوى. يعني أقوى حيوان منوي هو اللي بيقدر يخترق البويضة، الباقي كله بيكون ضعيف فما بيقدرش يخترقها وبيفضل على الجدار بتاعها بالشكل ده. ده هو حيوان منوي ليه راس وديل، بيبدأ يدخل على البيضة بالشكل ده ويبدأ هو يخصب، فيكون اسمها زيجوت. هو ده بيكون شكل الزيجوت. وطبعا مشيج ذكري هو الحيوان والبويضة هيكونوا لي في الآخر الزيجوت اللي هو عدد الكروموسومات فيها بيكون 2 n. يعني ده حيوان منوي اهو n، ودي بويضة n، هيبدأوا يتحدوا مع بعض يدونا الزيجوت، والزيجوت دي هتكون الكروموسومات اللي فيها 2 n. طيب، فيما تختلف البويضات عن الحيوانات المنوية. طبعا الحيوانات المنوية بتظهر بالشكل ده يا محمود تحت المجهر.
لو جينا نشوفها تحت الميكروسكوب هتظهر ملايين الحيوانات المنوية دي، كلها حيوانات منوية موجودة تحت الميكروسكوب. والبويضة بتظهر برضو بالشكل ده تحت الميكروسكوب، بتكون عبارة عن دايرة بالشكل ده. تبدو البويضة أشبه بخلية حيوانية نموذجية تحت المجهر، يعني بص حتى تلاقيها كده شبه الخلايا الحيوانية لما بنيجي نشوفها تحت الميكروسكوب بيكون ليها نفس شكل البويضة. فهي بتكون مستديرة ويمكنك رؤية محيطها، وهو الغشاء الخلوي. يعني دايما الغشاء الخلوي بتاعها ده بيكون واضح زي ما انت شايف في الشكل كده. وكذلك السيتوبلازم اللي جواها ده اسمه سيتوبلازم. والنواة بتكون واضحة جدا تحت الميكروسكوب، وتكون الحيوانات المنوية أصغر كثيرا من البويضة. تشغل نواة الحيوان المنوي معظم مساحة الخلية، زي ما احنا شايفين كده حيوانات منوية كتير بتشغل معظم مساحة الخلية اللي احنا بنشوفها تحت الميكروسكوب. ويمتلك الحيوان المنوي ذيلا. هذا الذيل يجعله قادرا على الحركة، حيث يتحرك نحو البويضة في عملية التكاثر الجنسي. سوف تتنافس الملايين من الحيوانات المنوية للانتقال إلى البويضة إلى أن ينجح. بص بقى ركز في الحتة دي، حيوان منوي واحد بس هو اللي هينجح ويندمج معها لتكوين خلية جديدة تنمو لتصبح كائنا حيا جديدا، عشان تكون زيجوت، والزيجوت يكون حيوان قصدي كائن حي يعني جديد وخلية جديدة. فهو لازم حيوان منوي واحد بس، أقوى حيوان منوي في هذه الحيوانات هو الذي يخترق البويضة زي ما شفنا في الشكل السابق. لماذا كل هذا الاختلاف في الحجم بين البويضات والحيوانات المنوية؟ طبعا البويضة بتكون كبيرة جدا عن الحيوان المنوي، فحين يندمج معها لتصبح خلية جديدة يتوجب أن تحتوي على مصادر جيدة من العناصر الغذائية. لازم يكون فيها عناصر غذائية تبقيها على قيد الحياة إلى أن تعتمد على مصدر آخر للغذاء، بينما تحتاج الحيوانات المنوية فقط إلى البقاء حية فترة تكفيها للوصول إلى البويضة. خلي بالك يا محمود إن الحيوان المنوي ده يعني بيموت لو هو جه واقف على البويضة من بره وما قدرش إن هو يخترقها بيموت، ما بيفضلش حي. فهو كل اللي محتاجه الحيوانات المنوية دي كلها ان هي تبقى حية فترة قصيرة بس عشان تقدر ان هي تخترق البويضة. بعد كده الباقي كله بيموت، وهو واحد بس اللي بيكون نجح ان هو يدخل للبويضة ويخصبها، يخليها زيجوت او خلية او بويضة يعني مخصبة. مفهوم الكلام لحد كده؟ مفهومة. طيب يبلغ متوسط طول الحيوانات المنوية البشرية بما في ذلك الديل. يعني احنا عارفين ان الحيوان المنوي عبارة عن راس وديل، كل ده يعني طوله لا يتعدى 50 مايكرون او 5 من 10 ملي متر. لكن يعني خلينا نقول ان المايكرون اصغر من الملي، فلو جينا نحول من الملي متر للمايكرومتر هتبقى 5 من 100 هتكون 50 مايكرومتر. المهم ان هو طوله صغير جدا جدا. ويتم تقدير حجم الخلايا اذا عرفنا الحجم الحقيقي للصورة باكملها. يعني لو عرفنا الخلية اللي قدامي دي، لو عرفت هي حجمها قد ايه اصلا الخلية دي، هبدأ اعرف الحجم الحقيقي للصورة كلها كام. وهقدر اعرف برضو واحدد حجم الخلايا. فتكون البويضة عند الانسان اكبر بنحو 40 مرة من قطر رأس الحيوان المنوي. طبعا الحيوان المنوي ده ليه قطر لان هو الراس بتاعته شكلها دائري كده او بيضاوي كده، فبيكون ليها قطر. هذا القطر بيكون اقل من البويضة لان البويضة بتبقى دايرة بس دايرة كبيرة، فالقطر بتاعها بيبقى اكبر. بس اكبر بقد ايه؟
دي البويضة أكبر من رأس الحيوان المنوي ب40 مرة. وخلي بالك دي بتيجي في أسئلة كتير قوي، كام مرة، ويجيب لك يعني كام مرة بتكون البويضة أكبر من قطر رأس الحيوان المنوي. ما الوصف الصحيح للخلايا الأصلية في التكاثر الجنسي؟ الخلايا الخلايا الأصلية الأصلية اللي هي الخلية الأم في التكاثر الجنسي كان في الانقسام الميوزي، يعني 2N، وال2N دي قلنا بتنقسم وبعد كده بترجع تديني في الآخر 4 خلايا، وكل خلية منهم N. وقلنا إن ال N اللي بتديها لي في الآخر دي بتكون غير مطابقة وراثيا لل2N اللي موجودة في الأول. طيب يبقى إذا ال N عن ال2N هتبقى مختلفة ولا متطابقة؟ تكون ثنائية ومختلفة وراثيا. إذا كان حيوان منوي بيحتوي على 14 كروموسوم، فما عدد الكروموسومات التي ستكون في الزيجوت الناتج من إخصاب المشيج المذكر اللي هو الحيوان المنوي للمشيج الأنثوي؟ يعني المشيج المذكر لما بيدخل في المشيج الأنثوي اللي هو البويضة، وكان الحيوان المنوي ده بيحتوي على 14 كروموسوم، فما عدد الكروموسومات اللي هتتكون في الزيجوت؟ 28. برافو عليك، ممتاز. طيب، ما الزيجوت أو البويضة المخصبة؟ هي خلية تنتج لاندماج خليتين أحادية. تمام. طيب، ما الذي يعنيه مصطلح التكاثر الجنسي؟ ايه معنى التكاثر الجنسي من وجهة نظرك؟ هو مم. هو التكاثر آه، ينتج 4 خلايا، ولكل خلية نصف عدد الكروموسومات من الخلية الأم. برافو. ويكون اسم الخلايا الجنسية الناتجة اسمها ايه؟ الأمشاج. اسمها ايه؟ الأمشاج. نعم شيء. وخلي بالك لو جينا بقى نقول ايه هو التكاثر الجنسي، هنقول هو اندماج او اتحاد خليتين اصليتين زي المشيج الذكري والمشيج الأنثوي، والاتنين مع بعض بيكونوا زيجوت أو بويضة مخصبة. هذا هو التكاثر الجنسي. طيب، اشرح كيف يرتبط الانقسام المنصف بالتكاثر الجنسي. إن الانقسام المنصف ده هينتج عنه إيه؟ انقسام المناطق ينتج عنه 4 خلايا. بويضة 4 خلايا، لكل منهما نصف عدد الكروموسومات من الخلية الأم. ويكون اسمها الأمشاج، مشيج ذكري ومشيج أنثوي. وهذه الأمشاج تتحد مع بعضها بالاندماج معطية الزيجوت اللي هي البويضة المخصبة، وهذا هو التكاثر الجنسي. تمام؟ يعني الانقسام بيدي الخلايا اللي التكاثر الجنسي بياخد الخلايا دي ويحولها لزيجوت بس. طيب، ردد أحد الطلاب: يتم التكاثر الجنسي عند اندماج خليتين معا. لماذا لا تعد هذه الجملة؟ والولد ده لما جه يقول يتم التكاثر الجنسي عند اندماج خليتين معا، فهو أي خليتين؟ هل ممكن خليتين جسميتين يتحدوا مع بعض فبالتالي يديني تكاثر جنسي؟ لا، لازم تكون خلية ذكرية. خليتين جنسيتين، يعني المفروض الجملة دي ناقصها كلمة واحدة بس، اللي هي المفروض خليتين جنسيتين. تمام؟
يبقى المفروض نعم. يتم التكاثر الجنسي عند اندماج خليتين جنسيتين معا، لان مش اي خلية بتتحد مع التانية تديني تكاثر جنسي. التكاثر الجنسي بيحصل بين مشيج ذكري ومشيج انثوي، او نشيل خليتين او نقول عليها مشيجين. تمام، مشيج ذكري ومشيج انثوي. هنا بقى ده سؤال موجود برضو في الكتاب. استخدم الشكل اللي قدامك ده لتقدر طول الحيوان المنوي وطول رأسه، صف كيف قدرت ذلك. خلي بالك ان متوسط طول الحيوانات المنوية البشرية، متوسطها احنا قلنا عبارة عن نص ايه او قصدي 5% ملي متر. ويتم تقدير حجم الخلايا إذا عرفنا الحجم الحقيقي للصورة بأكملها. يعني لو عرفنا الحجم الحقيقي للصورة دي هنقدر نعرف حجم الخلايا قد إيه. بس هي دي الإجابة، بتبقى إجابة كده إيه عايمة، يعني مش إجابة مقدرة يعني. طيب قدر قطر خلية البويضة في الشكل ده واكتب إجابتك بالملي متر. بس مديك هنا معلومة إن الشكل ده بيوضح بويضة مكبرة 200 مرة، ويظهر الخط AB قطر الخلية. يبقى الخط اللي هو الاي بي ده بيظهر قطر الخلية، لكن البويضة دي مكبرة 200 مرة. وبما ان البويضة دي مكبرة 200 مرة، فأي قياس للقطر في الصورة هيمكن قسمته على 200 للحصول على القطر الفعلي. يعني لو قلنا مثلا ان الخط ده قسناه وطلع 20 ملي متر مثلا، لازم نقسمه على 200 هيساوي 1/10 ملي متر. يبقى انا كده قدرت قطر خلية البويضة. لازم اخد دي في الاعتبار ان هي مكبرة 200 مرة، فبعد ما اجيب او اقيس القطر ده بالمسطرة لازم ابدأ ان انا اقسمه على 200 لان هي مكبرة 200 مرة. مفهومة كده؟ مفهوم. طيب هنا بيبلغ قطر رأس الحيوان المنوي في كائن حي آخر 33 مايكرو متر، ويبلغ قطر البويضة في أنثى نوع الكائن الحي 1500 مايكرو متر. يعني هو مديك هنا قطر رأس الحيوان المنوي، ومديك قطر البويضة اللي هي 1500. واحنا عارفين أصلا إن قطر البويضة هيزيد عن قطر رأس الحيوان المنوي بكام مرة؟ لسه قايلينها ب 40 مرة. ب 40 مرة، برافو عليك. احسب كم مرة تكبر البويضة رأس الحيوان المنوي، يعني كم مرة هتبقى كبيرة عنها. احنا قلنا ان هي 40 مرة، يعني ممكن الإجابة انت تجيبها كده من المعلومات اللي انا لسه قايلها لك 40 مرة. بس لو عايز تجيبها بالظبط بالأرقام هتبقى 1500 مايكرون اللي هي بتاعة البويضة، هنقسمها على ال 33 عشان اتأكد برضو هي 40 مرة ولا لأ. طلعت لي يعني في حدود 45 مايكرومتر، قريبة جدا من ال 40 مرة. يعني هي تقريبا بتكبر عنها ب 45 مرة بالظبط. طيب تكون البويضة عند الإنسان أكبر ب 40 مرة زي ما احنا لسه قايلين في قطر رأس الحيوان المنوي. طيب ما متوسط حجم الحيوان المنوي عند الإنسان؟ 0.05 ملم. تمام، يبقى أول واحدة. طيب لماذا يمتلك كل من الحيوانات المنوية ذيلا؟ احنا لسه لكي قايلين. يتمكن من الحركة البويضة. برافو عليك. طالما ديل يبقى على طول حركة، لازم أدور. يتم إطلاق العديد من الحيوانات المنوية بالرغم من وجود بويضة واحدة فقط. ليه بيبقى فيه كتير قوي من الحيوانات المنوية بالرغم من ان هي بويضة واحدة بس اللي موجودة في المشيج الأنثوي يعني؟ فقط مم. لأن واحد منها بس هو اللي ايه؟ لزيادة فرصة الاندماج مع حيوان منوي مع البويضة. برافو. حيوان
قائمة بثلاثة أجزاء من البويضة يمكن رؤيتها تحت المجهر. احنا قلنا ان البويضة دي بيكون جواها ايه؟ 3 حاجات بيكونوا ظاهرين تحت الميكروسكوب، لسه قايلينهم دلوقتي، فاكرهم؟ الغشاء الخلوي ممتاز، والسيتوبلازم. ممتاز، برافو. وايه كمان؟ آه. والنواة. أوكي. والنواة، ماشي، يبقى غشاء خلوي ونواة وسيتوبلازم. طب اشرح لماذا تكون البويضات أكبر بكتير عشان يقدر الحيوان المنوي ايه؟ دخولها. يخصبها يعني. تمام. طيب يوجد 1000 مايكروميتر في الملي متر. احسب عدد البويضات التي يمكنك وضعها في خط على مسطرة طولها 15 سنتي. افترض أن قطر البويضة، تمام، عدد البويضات، هو عايز عدد البويضات التي يمكن وضعها. يعني أنا عندي كده مسطرة اهي طولها 15 سنتي، احط على ال 15 سنتي ده كام بويضة، يعني كام بويضة هنا تبدأ تملى ال 15 سنتي ده، عايزين نحسبها. فأول حاجة لازم أحول ال 15، هتبقى 150 ألف مايكروميتر بعد ما حولناها للمليمتر الأول، بعد كده نحولها للمايكروميتر. لازم أحولها الأول للمليمتر وبعد كده أحولها لإيه؟ للمايكروميتر. هبدأ أقول 150 على 120 هتساوي 1250 بويضة. فاهمها دي؟ فاهمة. يعني بس أنا هو اليو ام اللي هي يوز 1000 يو ام هي نفسها الام ام ولا ال 1000 يو ام؟ لا، ثواني ثواني، أنت بتقول إيه بقى؟ يعني أنت قصدك على السي ام دي اللي هي السنتيمتر، الام ام دي اللي هي المليمتر، الميكرومتر بقى دي حاجة أصغر من المليمتر، والميكروميتر هو قايل لك إن هي ب1000 مليمتر. وأنت عارف أصلا إن، اوكي. وانت عارف اصلا، او عشان نحول من السنتي للمليمتر يبقى بضرب في ايه؟ في 10. هضرب في 10، يبقى 15 في 10 ب150. وبعدين عايزه احول من المليمتر للميكرومتر يبقى هضرب في 1000، لان الميكرومتر فيه 1000 مليمتر، يبقى هضرب في 1000. لما ضربت هنا في 1000 بقت 150 ألف مايكرو. طيب انا ليه حولتها بالمايكرون؟ لان انا عندي قطر البويضه دي بالمايكرون اهو 120 مايكرون، فانا عايزه اعرف كام بويضه هتبدا تتحط لي على المسطره اللي هي 15 سنتي. ففهمت كده ان ال 15 سنتي بتوع المسطره هم الايه؟ ال 150 الف. لو قسمت على البويضه الواحده هيديني عدد البويضات اللي انا هقدر ايه؟ احطها على المسطره، يبقى 1250 بويضه. تمام. التكاثر الجنسي. التكاثر الجنسي احنا لسه قايلين دلوقتي هو اندماج حيوان منوي مع بويضة. هيبدأ حيوان منوي بالشكل ده يدخل على ديل الحيوان، وده راسه، ودي نواة البويضة اللي موجودة في النص. طبعا احنا كنا خدنا المرة اللي فاتت يا محمود ان الكائنات الحية اما وحيدة الخلية او عديدة الخلايا. ان كنا اتكلمنا عن التكاثر اللاجنسي قبل كده، خلاص. واتكلمنا عن التكاثر الجنسي السيشن ده، وقلنا ان التكاثر الجنسي ده اللي هو بيكون فيه الانسان وايه والحيوان. هنبدأ ناخد التكاثر الجنسي بقى بالتفصيل. التكاثر بيتضمن، او الفرق بين التكاثر الجنسي واللاجنسي، ان التكاثر اللاجنسي يتضمن وجود خلية ام واحدة، لازم واحدة بس هي اللي تكون موجودة في التكاثر اللاجنسي. اما التكاثر الجنسي هو اتحاد مشيجين، المشيج الذكري والمشيج الانثوي،
لتكوين زيجوت أو بويضة مخصبة. طيب الانقسام اللي بيكون في التكاثر الجنسي احنا عارفين ان هو انقسام متساوي او ميتوزي، والتكاثر الجنسي بيكون فيه انقسام اختزالي او ميوزي. طيب ايه اللي بيحصل في التكاثر اللاجنسي؟ بيتم نسخ المادة الوراثية وتحصل كل الخلايا الناتجة على كتلة المادة الوراثية اللي هي الدي ان ايه او على عدد الكروموسومات نفسه. فبالتالي طالما بتحتوي على نفس عدد الكروموسومات فهتكون متطابقة وراثيا مع الأبوين. وده السؤال اللي انت كنت بتسأله، يعني ايه متطابقة وراثيا؟ متطابقة وراثيا مع الأبوين لازم يكون عدد الكروموسومات مساوي لعدد الكروموسومات اللي كان موجودة أصلا في الخلية الأم. لكن في التكاثر الجنسي يجب أن تحتوي كل خلية أصلية على نص العدد الطبيعي للكروموسومات اللي هي N، لاستعادة عددها الأصلي عند تكوين الزيجوت، عشان يبقى N تتحد مع ال N التانية اللي موجودة في اللي هو المشيج الذكري والمشيج الأنثوي لتكوين الزيجوت. طيب بتكون غير متطابقة وراثيا مع الأبوين لأن الأب أصلا كان 2N، فهي غير متطابقة وراثيا مع الأبوين، وهذا ما يسمى بالتباين الوراثي، يعني في اختلاف وراثي بين الآباء والأبناء في التكاثر الجنسي. بمعنى ايه يا محمود؟ في التكاثر اللاجنسي كنا واخدين ان الخميرة مثلا بتتكاثر بالتبرعم، فعندك كان بيبقى الخلية شكلها جنب كده اسمها برعم، هذا البرعم يكبر ليصبح خلية بها نفس عدد الكروموسومات اللي موجودة أصلا في الخلية الأم اللي هي دي اللي كان فيها أصلا 2A 2N. لكن في التكاثر الجنسي بيكون الخلايا الناتجة أصلا خلايا غير متطابقة وراثيا مع الخلية الأم، زي بالظبط في الإنسان بنبقى شبه بالظبط الاب، ولا بيبقى في حاجات مختلفة؟ باخد حاجات من الاب وباخد حاجات من الام وحاجات باخدها من نفسي كده، مش واخدها من حد. أكيد في حاجات مختلفة. تمام، يبقى ده كده غير ايه؟ غير متطابقة وراثيا مع الابوين. ده تكاثر جنسي زي اللي بيحصل في الانسان، يعني عمر ما هيحصل في الانسان زي اللي بيحصل في النبات او الخميرة مثلا، ان يطلع برعم والبرعم ده يطلع في الاخر شبه نفس الخلية بتاعت الام، مستحيل. لازم التكاثر الجنسي يكون غير متطابق وراثيا، وهذا ما يسمى بالتباين الوراثي. طيب بيحدث التكاثر الجنسي نتيجة لاندماج مشيج ذكري بمشيج أنثوي، وده تعريف التكاثر الجنسي، هو اندماج مشيج ذكري مع مشيج أنثوي ولتكوين نواة واحدة جديدة. هذه النواة تسمى الزيجوت زي ما قلنا، وينتج من التكاثر الجنسي خلايا غير متطابقة وراثيا. غالبا ما تستخدم النماذج لشرح الأفكار في العلوم، لكن لكل نموذج مواطن قوة ومواطن ضعف. بمعنى ايه الكلام ده؟ يعني لو جبت بالونتين، مش عارفة هتلاقيها موجودة هنا اهي، البالونة دي يا محمود، ده نموذج من نماذج العلوم، عايزين نمثل فكرة الكروموسوم، فجبنا بالونة بالشكل ده ونفخناها وبعدين قسمناها بالنص، وده كمان برضو قسمناه بالنص، فده كده يعتبر نموذج. النموذج ده مثلت بيه الكروموسوم، بس طبعا ده عمره ما هيجي زي الكروموسوم الحقيقي، فعشان كده بيقولك ليه ان احنا نمثل الحاجة بنموذج ليها مواطن قوة ومواطن ضعف، ان عمرها ما هتيجي زي الايه زي الكروموسوم الاصلي، يعني مش جامد، ده هتلاقي ده ضعيف بيتني، التاني ما بيتنيش، وهكذا يعني، فهتلاقي دايما في اختلاف. طيب إذا كانت الخلية ثنائية المجموعة الكروموسومية تحتوي على 6 كروموسومات، فإن كل خلية أحادية المجموعة الكروموسومية تحتوي على 3 كروموسوم، يعني نص عدد الكروموسومات اللي موجودة في الخلية الثنائية. عندما تندمج خليتان أحادية المجموعة الكروموسومية معا في عملية التكاثر الجنسي تتم استعادة عدد الكروموسومات ثنائية المجموعة.
عشان بيتكون مين؟ الزيجوت، نتيجة اندماج المشيج الذكري مع المشيج الأنثوي. هنا بيقولك اذكر فرقين بين التكاثر اللاجنسي والتكاثر الجنسي. ايه رأيك؟ الفرق بين التكاثر أول فرق إنه اللاجنسي يحتاج خلية أم واحدة، أما التكاثر الجنسي يحتاج خليتين. برافو. وفي التكاثر اللاجنسي يكون الخلايا الناتجة متطابقة وراثية مع الخلية الأم، أما التكاثر الجنسي لازم تكون متطابقة مع الخلايا. تمام، مظبوط. طيب، يكون كل النسل الناتج من التكاثر اللاجنسي متطابقة وراثيا. اشرح سبب التباين الوراثي في النسل الناتج من التكاثر الجنسي. زي ما احنا قلنا، في التكاثر اللاجنسي بتكون متطابقة وراثيا شبه بعض بالظبط، الخلية اللي هتطلع زي الخلية الأم بالظبط، لكن سبب التباين الوراثي في النسل الناتج من التكاثر الجنسي زي اللي موجود في الإنسان. ايه سبب التباين الوراثي ده؟ اللي هو التطابق الوراثي. لا، ان هو عدد الكروموسومات بقى بيكون اقل او نص عدد الكروموسومات الموجودة في الخلية الام. لكن في التكاثر اللاجنسي بيكون عدد الكروموسومات اللي موجود في الخلية الناتجة مساوي لعدد الكروموسومات الموجود في الخلية الام. مفهومة كده؟ مفهوم. طيب، يمتلك الكائن الحي واي عددا ثنائي المجموعة الكروموسومية اللي هو 2n بتساوي 10. ما عدد الكروموسومات في الخلايا الجنسية لدى الكائن واي؟ يعني الخلية الجنسية اللي هتنتج عدد الكروموسومات فيها كام؟ 5. هيبقى 5. 5 في كل خلية ناتجة. ماشي؟ تمام. طيب، ما عدد الكروموسومات في الخلية الناتجة من التكاثر الجنسي في حالة الكائن واي؟ ده هو ده اللي 5. ما عدد الكروموسومات في الخلايا الناتجة من التكاثر الجنسي هو ده اللي 5. وعدد الكروموسومات الموجودة في الخلايا الجنسية هي 5. هو ايه الفرق بين السؤالين يعني؟ مش فاهم. يمكن فوق n وتحت 5. ممكن. ممكن. بس انا شايفة ان مفيش فرق في السؤالين، هنا خلايا جنسية وهنا خلية ناتجة من التكاثر الجنسي. ماشي. هي عموما كل الخلايا الجنسية تحتوي على ان. طيب، اشرح كيف سيكون الملصق مختلفا إذا تم إعداده. يعني أنا رأيي سيبك من السؤال ده خالص، بس هي فكرة البالون والمواطن القوة ومواطن الضعف دي أهم حاجة تكون فهمتها يعني. طيب، بتحتوي النواة في كل نوع من الأمشاج على عدد الكروموسومات نفسه. اشرح لماذا تكون البويضة أكبر من الحيوان المنوي. اشرح لماذا تكون. ليه البويضة؟ ليه؟ مم. لأن البويضة هي بويضة واحدة فقط، أما الحيوانات المنوية بيوجد العديد منها والملايين منها. فتتنافس هذه الحيوانات المنوية على دخول واحدا فقط إلى البويضة. هيفضلوا يتنافسوا مع بعض لحد ما واحد بس هو اللي يدخل في البويضة. طبعا احنا كنا اتكلمنا السيشن اللي فات عن التكاثر اللاجنسي، وقلنا زي التبرعم في الخميرة، وقلنا زي الانشطار الثنائي في البكتيريا، وخدنا بالنا ان هنا كانت خلية الام بالشكل ده وبدأت تطلع برعم، والبرعم ده بدأ يكبر يبقى شبه. معايا محمود؟ طيب، وقلنا في الانشطار الثنائي، وهنركز دلوقتي على الانشطار الثنائي عشان نشرحه بالتفصيل. الانشطار الثنائي بيكون فيه كروموسومات داخل الخلية بالشكل ده. هذه الكروموسومات لو تلاحظ في الصورة دي بتبدأ تتضاعف. بعد ما تتضاعف هتبدأ تنقسم الخلية تاني، وتنقسم إلى يعني نصفين من الكروموسومات، يتجه كل منهما إلى طرفي الخلية، ثم ينتج في الآخر خليتين بهما نفس عدد الكروموسومات اللي موجودة في الخلية الأم. يعني لو الخلية الأم فيها 2n، اللي هيطلع هنا
خليتين كل منهما تحتوي على 2N زي الانقسام المتساوي، ولكن ليس انقساما متساويا. يعني لما يجي يقول لك الانقسام في البكتيريا كيف تنقسم الخلايا في البكتيريا؟ بتنقسم بالانشطار الثنائي، ولكن الانشطار الثنائي ليس انقساما متساويا. هنا زي ما انا لسه شرح لك على الصورة دي بالظبط دلوقتي، ان الانشطار الثنائي في الخلايا البكتيرية، وقبل ان تنقسم الخلية الى خليتين جديدتين بيزداد حجم الخلية الاول، يعني بتتضاعف، بيتم نسخ المادة الوراثية، وبعدين تكون الخليتين الجديدتان متطابقتان وراثيا، لان المجموعة الجديدة من المادة الوراثية انما هي نسخة طبق الاصل عن المادة الوراثية الموجودة في الخلية الاصلية، زي ما قلنا 2N، وادتني في الاخر خليتين كل منهما 2N. يعد الانشطار الثنائي نوعا من التكاثر الجنسي. يبقى اذا الانشطار الثنائي ده نوع من التكاثر اللاجنسي، لكن هو مش انقسام متساوي، حيث توجد خلية أم واحدة فقط، وتكون جميع الخلايا الناتجة متطابقة وراثيا معها. طيب عندما تنقسم الخلية عن طريق الانشطار الثنائي بيتم نسخ المادة الوراثية أولا. نسخ احنا قلنا يعني تضاعف. ثم تنقسم الخلية إلى خليتين جديدتين تأخذ كل منهما نسخة واحدة من المادة الوراثية. ويعد كل من الانشطار الثنائي والتبرعم، الاتنين دول بيعتبروا نوع من الانقسام الخلوي، لكن ما قاليش انقسام متساوي، هو انقسام خلوي. يسمى هذا الانقسام الخلوي الانشطار الثنائي، وبيكون موجود في الكائنات الحية وحيدة الخلية، وينتج خلايا متطابقة وراثيا. يرتبط الانقسام الخلوي بالتكاثر. هو مديني هنا زي مخطط كده، بيقول لي ان الانقسام المتساوي بيكون فيه تكاثر لا جنسي، والتكاثر الجنسي بيكون فيه انقسام منصف. لماذا يختلف الانشطار الثنائي عن الانقسام المتساوي؟ ازاي الاتنين دول بيختلفوا عن بعض؟ بيتمثل الانقسام الميتوزي في انقسام النواة الذي يعد جزءا من الانقسام الخلوي. واصلا البكتيريا اللي بتعمل انشطار ثنائي ما فيهاش نواة، فهو ده الفرق ما بين الانشطار الثنائي والانقسام المتساوي. الانقسام المتساوي ده بيكون فيه نواة، لكن الانشطار الثنائي بيحدث في البكتيريا، وهذه البكتيريا لا تحتوي على على نواة. مفهومة كده؟ طيب بيتم في هذه العملية نسخ الكروموسومات ثم انقسامها، حيث تحصل كل خلية على مجموعة كاملة من الكروموسومات، وتنقسم خلايا البكتيريا عن طريق الانشطار الثنائي، وهو مشابه للانقسام المتساوي، شبهه لكن مش هو، لأن كل خلية جديدة بتحصل على مجموعة كاملة من المادة الوراثية. يبقى هيقول لك ايه وجه الشبه ما بين الانشطار الثنائي والانقسام المتساوي؟ ان هما الاتنين بينتجوا خلية جديدة بتحصل على نفس عدد الكروموسومات او المادة الوراثية الموجودة في الخلية الام، ده التشابه. اما الاختلاف ان الانقسام المتساوي ده بيحدث في الكائنات اللي بيكون فيها نواة، اما الانشطار الثنائي بيحدث في البكتيريا التي لا تحتوي على نواة. التكاثر اللاجنسي والتكاثر الجنسي دي بتنتج كائنات حية جديدة. قد تكون تلك الكائنات يا إما أحادية الخلية أو متعددة الخلية. ده برضو زي اللي قلناه في السيشن اللي فات. يعرف الانقسام المتساوي بأنه انقسام خلوي يحدث في التكاثر اللاجنسي لدى بعض الخلايا، ويستخدم التكاثر الجنسي بيستخدم الانقسام المنصف لإنتاج الأمشاج، وقلنا دي وظيفة الإنتاج المنصف. بتنقسم الخلايا التي تمتلك كروموسومات في النواة فقط عن طريق الانقسام المتساوي أو الانقسام المنصف. وطبعا هو قال هنا فقط لأن الانقسام المتساوي بيحصل في الكائنات التي تحتوي على نواة.
وهي تحتاج إلى الطاقة للقيام بذلك. أما البكتيريا تمتلك مادة وراثية لكنها لا تمتلك نواة، لذلك بتنقسم بالانشطار الثنائي. ما عملية الانقسام الخلوي المستخدمة في تكاثر البكتيريا اللاجنسي؟ محمود. تكاثر البكتيريا، أيوة اللادنسي، الانشطار الثنائي. الانشطار الثنائي. طيب ما العمليات المستخدمة في تكاثر الخميرة؟ التبرع. التبرع. اشرح لماذا تنقسم خلايا الخميرة عن طريق الانقسام المتساوي ولا تنقسم البكتيريا عن طريقه؟ لأن الخلايا الخميرة تتوفر عندها الجلوكوز في حين لا تتوفر عند البكتيريا. تمام. آه بس ليه قلت الجلوكوز؟ ممكن نقول النواة، لا. وهي اصلا بتنقسم عن طريق التبرعم. يعني الخميرة اصلا بتنقسم عن طريق التبرعم، والتبرعم يعتبر نوع من انواع الانقسام المتساوي، لكن البكتيريا بتنقسم بالانشطار الثنائي وهو يختلف عن الانقسام المتساوي لعدم وجود نواة داخل البكتيريا. تمام. طيب أي مما يأتي ليس ضروريا لحدوث الانقسام المتساوي؟ كروموسومات ولا النواة ولا الحيوان المنوي ولا التزود بالطاقة؟ الحيوان المنوي. الحيوان المنوي. ما نوع الانقسام الخلوي المستخدم لإنتاج الأمشاج؟ الانقسام المنصف. البرافو، المنصف. ما العملية التي تدخل في التبرعم لدى خلايا الخميرة؟ الانقسام المتساوي. برافو، لأن طالما ما لقيتش كلمة التبرعم يبقى انقسام متساوي، لكن لو كان قال لي بكتيريا ما ينفعش أقول انقسام متساوي. طب سيف، كيف تختلف الخلايا الناتجة من الانشطار الثنائي عن الخلايا الناتجة من الانقسام المنصف؟ كيف تختلف الخلايا في آم، في الانقسام المنصف تنتج 4 خلايا ولا تحتوي على نفس عدد الكروموسومات كالخلية الأم. أما الانشطار الثنائي تكون تنتج خليتان وتكون لديها نفس عدد الكروموسومات كالخلية الأم. ممتاز، برافو عليك. طب وضح لماذا لا تتكاثر الكائنات وحيدة الخلية عن طريق التكاثر الجنسي؟ لأن لا يمكنها إنتاج حيوانات منوية أو البويضات أو حبوب اللقاح. وإن هي لا تحتوي على نواة. طيب تعرف الحيوانات المنوية بأنها هي الأمشاج الذكرية، ما أفضلية إنتاج الملايين منها؟ ضمان دخول واحدة منهم إلى البويضة. برافو. ده الهوم وورك إن شاء الله اللي هنشوفه مع بعض بإذن الله السيشن اللي جاي. كنت معاكم دكتور مروة الصاوي. لو استفدتم من الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك عشان الفيديو ده يقدر يوصل لأكبر عدد ممكن من الناس اللي تستفيد بإذن الله. ما تنسوش تشتركوا في القناة عشان يوصلكم إشعارات بكل الفيديوهات الجديدة بإذن الله. وإلى اللقاء إن شاء الله في سيشن جديد مع وحدة الموجات بإذن الله. انتظرونا وما تنسوش تدعمونا، وإن شاء الله معانا هتفهموا الساينس بطريقة سهلة وبسيطة جدا. باي باي.